دي 5 حاجات ممكن تعملها عشان تزود دخلك الشهري، سواء كنت شغال في مكان او بتشتغل حسب الطلب. الفكرة الأولى، طلب زيادة في المرتب أو علاوة من المكان اللي بتشتغل فيه، بس لازم كمان يكون شغلك حلو والشركة راضية عنك عشان تستحق الزيادة، لأن المدير ممكن يفكر إنك تستحق الرفض على طول. الفكرة التانية، احيانا مش لازم تدور بعيد علشان تلاقي حل. قبل ما تفكر في افكار عشان تزود دخلك جنب شغلك الحالي، حاول تشوف لو كان ممكن تغير المكان او الشركة اللي بتشتغل معاهم. لو كنت حاسس انهم مش بيدوك حق شغلك، ممكن يكون الحل انك تروح لمكان تاني يدفع لك اكتر. بس خلي بالك من التسرع في خطوة خطيرة زي دي، واحترس من كترة التغيرات في سوق الشغل، لانه ممكن يضر بسيرتك ويخلي الناس ما تثقش فيك الا اذا كان عندك خطة محسوبة كويس جدا. فبالتالي كون رؤية بعيدة واشتغل على خطة لمستقبل شغلك. الفكرة الثالثة، عشان تجيب فلوس زيادة ممكن تفكر تشتغل شغل تاني. لو كنت مبدع مش هتلاقي صعوبة كبيرة عشان تلاقي شغل يناسب مزاجك وهواياتك، وده حاجة هتساعدك قوي عشان تتطور فيه وتحقق نتائج حلوة. وفي اي بلد تقريبا ممكن الواحد يلاقي فرص كتير علشان يزود دخله ويرفع مستواه المالي. خليك عملي ومنتج وهتحقق احسن النتائج. الفكرة الرابعة، ما تنساش مهاراتك وهواياتك، ممكن تكسب منهم فلوس كتير. دول فعلا مصدر دخل بيجيب الملايين لناس كتير حول العالم. مهاراتك وهواياتك ومواهبك دول كنوز ربنا سبحانه وتعالى اوهبها لك. فبالتالي اكتشف مهاراتك، يمكن تلاقي افكار عشان تزود دخلك ما كنتش هتتخيلها. الفكرة الخامسة والاخيرة، احسن حاجة علشان تزود دخلك هي انك تجمع فلوس وبعدين تستثمرها، وكده يبقى عندك مصدر دخل ثابت وبيزيد ويتضاعف بسرعة. وده هو طريق الحرية المالية والنجاح المالي الحقيقي، وطريق الاغنياء في كل العالم. فكر في ده كويس. في الاخر وانت بتدور على افكار عشان تزود دخلك المادي، لازم تاخد بالك ان الشغل مش لازم يبقى وظيفة زي ما الناس بتفكر. الحياة مفتوحة على خيارات كتيرة ومش محدودة. اسأل ناس عندهم خبرة وخليك مبدع وذكي.